السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم عيون العدالة. قبل ما نبداو صلوا وسلموا على رسول الله. أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة، وما تنسوش فضلا وليس أمرا دعما واشتراك، جزاكم الله خيرا، وتعليق محفز. قصة اليوم مدينة بوزنيقة، وبالضبط في غابة بوزنيقة في 2004. الناس في الصيف في شهر 8 الدراري مخيمين لاعبين كرة ناشطين، ما كاين حتى شي مشكل. المهم شي دراري بالليل عندهم لاطون تمايا، واحد فيهم باغي يمشي يقضي حاجته، عشاكم يقضي حاجه ديالو بالليل تقريبا ديك 12 ونص ديال الليل. كما كتعرفوا البحر، الهدوء، السكون. مشى السيد هز مع البورتابل ديالو نوكيا بيل، هذيك الساعه باقي ما كانوش هاد السمارتات. تيتمشى عادي، واحد اللحظه كيحس شي حاجه ضربه في رجليه، شي حاجه قاصحه، ورجع اللور. قال لك هادشي راه ماشي عادي. رجع اللور، شعل البيل ديال البورتابل ديالو، وكيتفاجئ بجسد ادمي. تصدم وتخلع، هرب، رجع لعند الدراري، ما بقاش كاع مشى للغابه، رجع عند صحابو وقال لهم اودي راه اش كاين، راه لقيت واحد جثه ديال بنادم. مشاو الناس تمايا، فاقوا اللي مخيمين تمايا، الهيلالا مشاو فعلا لقاوها جثه ديال بنت مقتوله. بنت مقتوله. اتصلوا بالشرطه مع ديك الوقيته ديال الليل، جاو الشرطه، تبلغات النيابه العامه، جات الشرطه العلميه، يعني تطويق المكان. جثه شابه غتكون في عمرها تقريبا هذيك 22 حتى 24 سنه، هادشي اللي غيكون في العمر ديالها. المهم في المعاينه الاولى يتضح ان يعني البنت ما عندها حتى شي وثائق، ما عندها حتى حاجه، كل شيء واش سرقه، واش يعني تضليل ديال الشرطه. المهم وفيها واحد الضربه ضربه شويه في الراس ديالها، ولكن كيبان انها ما تعرضتش لشي طعنات ولا شي حاجه. المهم غالبا غيكون اللي قتل هاد البنت دار ليها الخنق، يعني خنقها. مشات داو الجثه المستودع الاموات، وملي داروا جدادية البطاقة الوطنية تعرفوا على البنت من أحياء الرباط، مشاو عند العائلة ديالها سولوهم، لقاو الأخت ديالها قالت لهم ودي راه مشات عند واحد صاحبتها. المهم اتضح أن هذيك البنت خارجة شوية الطريق، ما عليناش. الشرطة لقات ليه البلاصة ديال الجريمة، طوقوها، داروا لي سانتور، مشاو تيقلبوا واش غيلقاو شي أداة استعنوا بالغربال هذاك اللي تيخدموا به البنايه. ما كتعرفوا البحر كيكون الطراء الرمال صعيب تلقى شي حاجه الا طيحه. بداو تيغربلوا فيها تماره شويه، واحد مده 3 سوايع ما لقاو الا واحد العازل طبي. غيحتفظوا به، غيديوه المختبر. مشات القضيه مسطره، البحث ولات واحد الدوريات تدور تمايا بالليل في الغابه، واحد اليومين ولا 3 ايام ما كاين والو. داز واحد الاسبوع على هاد الجريمه ديال مقتل شابه في غابه بوزنيقه وما عرفوش القاتل. غتجيهم مع 6 الصباح واحد السيد تمايا كيدير السبور في نفس البلاصه، تقريبا تكون بعيده عليها بواحد 200 ولا 300 متر، كيدير السبور تمايا، كيتفاجئ بواحد جثه، بواحد فتاه مرميه في الغابه مقتوله. غيتصل بالشرطه، الشرطه غتجي، النيابه العامه غتبلغ، الشرطه العلميه استنفار نفس المكان تقريبا فاش وقعت الجثه. عاوتاني بنت غتكون في عمرها ديك 26 سنه، نفس القضيه، ما لقاو معاه حتى حاجه، الوثائق كل شيء ما كاين. في نفس البلاصه قلبوا ما لقاوش شي دليل اللي يقدر يعاونهم في البحث. عاوتاني ملي قلبوا لقاو بنت ما كتسكنش في الرباط، ولكن كاريه في الرباط، واتضحت انها من بائعه الهواء. يعني انطلاقا من الضحيتين الشرطه عرفوا بان هذا القاتل قاتل واحد. طريقه باش تقتلو حتى هذه ما كاينه حتى شي ضربه في الجسد ديالها،
وكلهم تعرضوا للاغتصاب. هاد السيد هذا من بعد ما تيقضي الغرض ديالو تيتم خنق الضحية، يعني تيستهدف هاد الفئة. استمرت الشرطة في المراقبة وفي الدوريات في نفس المكان، واستعلت بالأعيان، ويعني بزاف ديال حتى 2 جرائم في ظرف أسبوع في نفس البلاصة، صعيبة بزاف. المهم لمدة تقريبا تكون 20 يوم حتى شهر ما كاين والو، ما لقاو حتى شي حاجة، حتى شي بيست. غيتفاجئوا مورا هاد المدة بجثة غيلقاوها مع الصباح ديال واحد النهار في نفس تقريبا في البداية ديال شهر تسعود، غيلقاوها في نفس المكان، نفس الفئة بائعات الهواء اللي كيكونوا فوق الطريق تمايا. طرحت الشرطة أنها خاصها تحرك بمعنى الكلمة هاد المجرم هذا، غادي يحصد في الضحايا ديالو بنفس الطريقة. عميد الشرطة ويعني الكوميسير ديال الدائرة ديال اللي مكلف بالمنطقة دار واحد مجهود كبير، وحاول انه يفكر في واحد القضية. لقى واحد الضابطة عندها يعني سانتور نوار مترينيا مزيان، قال لها خاصك تعاوني معنا باش تدخلي وسط هاد بائعات الهواء اللي كيكونوا فوق الطريق، غتمثل انها حتى هي من بائعات الهواء وغتقاد وغتمشي. المهم غيراقبوها من بعيد. دارت الميكرو فعلا في الاول ترددات، ولكن ساعدوها الاخوان ديالها الشرطه، قالوا ودي راه غنكونوا قراب ليك بزاف وما غتخافي من حتى حاجه، والسيده دايره سبور مزيان. على اي بدات كتقوم بهذا الدور، كتمشي وسط هذوك بائعات الهواء ما كيعرفوهاش، ورجال الشرطه مره كيدوزوا تما، كيدوز شي واحد فيهم تيدوز حداها، تيدير بحال ما تعرفها، تيهضر معها بحال الا من بائعات الهواء، كيديها. هما تيديروا هذيك الخطه باش تاقلم. غادي مع هذه القضيه تيديروها شي سيمانه حتى حاجه ما بانت، ولكن استمروا في هذه القضيه. واحد النهار وقفت تمايا، عرفوا هذوك البنات انها حتى هي من بائعات الهواء رغم انها شرطيه. واحد النهار واحد وقفت تمايا، جا واحد من الشرطه داز تما غادي معاها بحال الا داها تيهضر معاها، ودخلوا وسط الغابه. ملي دخلوا وسط الغابه تيحسوا بشي حد تابعهم، تيتسارعوا الخطوات، تيحسوا بشي حد تابعهم. واحد اللحظه دخلوا وسط الغابه، خرج عليهم واحد السيد طويل بزاف وعريض وقرع ودير شويه د اللحيه، وهز واحد الحديده في يديه كبير بزاف. قال تلفت عنده هذاك الشرطي، قال لي شنو بغيتي؟ قال لي غتفرق على هذيك السيده ولا غنقتلكم بجوج هنايا. المهم السيد متريني، وحتى الضابطه حتى هي يصحابها هو من بائعات الهواء. قال له ودي صافي، دار بحال الا غيبعد شويه بواحد حركه رياضيه، يضربوا ضربه واحده غيطيحوا، يدوريه اليد ديالو الشرطيه، غتجبد المينوط يعني غدير ليه المينوط وغتعتقلو. الشرطه اصلا راه قراب المكان حيت عندهم لي ميكرو، جاو بسرعه اعتقلوه وداوه. ملي داوه قالوا لي يا ودي واش انت اللي قتلتي الضحايا الثلاث الجرائم اللي وقعوا في غابة بوزنيقة بدون اي تردد؟ قال لهم انا اللي قتلتهم، ولكن الشرطه خصهم دليل. الى عقلتوا هذاك العازل الطبي اللي كانوا لقاوه في الضحيه الاولى، ديروا التحليل السائل اللي لقاو فيه يتوافق مع هذا المجرم هذا سميتو عثمان القرع. وملي قلبوا ملي شدوا البطاقه الوطنيه ديالو لقاو انه من الناس اللي كان متخلى عنهم، يعني كبر في الخيريه وما عندوش والدين، مجهول الهويه. المهم بالنسبه للتصريح ديالو قال لهم ودي انا اللي قتلت هاد الضحايا الثلاث، وكنت ناوي نقتل حتى هاد السيده اللي كاينه مع هاد السيد، انا تنتقم منهم.
لان الام ديالي تخلات عليا، رماتني في الشارع واستهدفت هاد بائعات الهواء، يعني ظنا انه الام ديالو حتى هي جابته من الزنقه، باغي ينتقم منهم بهذه الطريقه، تيديهم للغابه كما كيقول، تيقضي الغرض ديالو، تيخنقهم. مع هو صحيح وطويل بواحد حركته، هو تيشوف الضحايا اللي ضعاف شويه، اللي ماشي شي وحده اللي تقدر تقاومه، وتتمكن من تيحيد لهم داكشي اللي عندهم، وتيمشي في حاله، وتيراقب الشرطه في المكان. هنايا اعترافات ديالو المسطره والمحضر ترفع للضابطه، حكمت عليه المحكمه بالمؤبد. هنا غتسالي القصه ديالنا. السلام عليكم.